دلوقتي الكيبل عايز يدخلني ازاي لجوه، يبقى انا كده اهو لما هاخد الوزن وابدا ان انا اروح بيه الناحيه الثانيه وابدا اعمل اكسترنال روتيشن. ليه قلت اكسترنال روتيشن؟ عشان الوزن عايز يسحبني ايه في الانترنال، يبقى انا بقاوم وبعمل اكسترنال. يبقى دايما الحركه اللي انا هقول المسمى بتاعها عكس اللاين اوف فورس. وبعد كده هبدا اقول بقى هي ايه العضلات اللي شغاله. يبقى اللاين اوف فورس عايز يسحبني كده، يبقى الاتجاه التحليلي هيبقى ايه الناحيه الثانيه. فعشان كده بقول اكسترنال روتيشن، دوران خارجي. مين العضله الاساسيه اللي شغاله؟ انفراسباينيتس والتيرس ماينر، وطبعا الكتف الخلفي بيكون مساعد. طب ليه الكتف الخلفي مساعد مش اساسي مع ان الاثنين بيعملوا اكسترنال روتيشن اللي هي الدوران الخارجي؟ عشان احنا قلنا اتجاه الالياف. الانفراسباينيتس ماشيه ازاي؟ ماشيه كده، لكن الكتف الخلفي ايه؟ نازل لتحت. نفس الفكره بالظبط، كأن علاقه الصدر مع الكتف الامامي. فالصدر هيسحب ازاي؟ هيسحب كده، لكن الكتف الامامي بيسحب ازاي؟ لفوق. فهي دي الفكره، ان انت بتشوف لو حاجتين مع بعض بيجتمعوا في نفس الوظيفه، الاثنين بيعملوا نفس الوظيفه، الاثنين بيعملوا نفس المسمى الحركي، فتبقى انت عارف ايه الفرق ما بين دي ودي، في مين الاساسي ومين المساعد. يبقى مين اللي هيفرق معاك دلوقتي؟ اتجاه الالياف.